طبعا ماجري هشام يعني موجود هنا يعني باش يشارك بصفه شخصيه يعني رئيس حركه الثوره الشعبيه، لكن موجودين هنا من غير اي انتماءات او اي شيء. هذا انا نحب من في السلطه ومجلس النواب واولئك الذين يزاحمون الشعب في البلاتوات نتاع الحوار التونسي ونتاع التاسعه والبلاتوات نتاع الاولى والثانيه، البلاتوات اللي قاعده تحارب في الشباب هذا وقاعده تحارب في ابناء الشعب التونسي في تطاوين وفي الكاف وماشيه بسياسه الدفع الى الامام. انا اناديهم واناشدهم ان يناظروا هذا الشاب. انا انادي ياسين ابراهيم ايمات يطلعنا في حمله وينو بترونا، حمله وينو بترونا يطلع ياسين ابراهيم ويقر حرفيا يقول انه في بعض الشركات اللي تاخذ من الابار بتاعنا يعني تهز من اليد كونتر ثم ابار. انا مهندس وفي وقت من الاوقات خدمت في حقل بتاع البترول بتاع بلاتفورم، احنا نعرفوا وانه البلاد هذه تنتج 832 الف برميل في اليوم وقت يتم الاعلام على 68,000. الموجود اليوم الشباب هو الذي يقول نفسه، لا احزاب، لا جماعه مجلس الدواب، لا حكومه الشيخين شيخ قبيله ناظستان والشيخ الميت السبسي، لا اولئك الوزراء، لا السفارات. وقريبا جدا عن هذا التحرك ستعلن سفارات الحكم بالجلاوزه نتاعها لنا. لكن هذا تنبيه الى السلطه. واخر تنبيه، احذروا هذه الوصيه، احذروا المساج هذا اللي واصل اليوم من شباب تونس، لانها لو اندلعت هذه المره حتى الناتو لن يوقفها. ومشكورين.